السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده أولى حلقاتنا في البودكاست هنتكلم عن عدة مواضيع: التعليم بشكل عام، وكمان هنتكلم عن هنعمل كورسات لطلبة التكنولوجيا وحاسب لكليات تربية نوعية زي في البرامج زي الفوتوشوب والأدوب أنيميت، وهنتكلم عن الرياضة. رياضة زي إيه يا أستاذ أحمد؟ تحليل الماتشات، تقييم اللاعبين، تحليل الأخطاء التحكيمية. ومعانا زميلنا شريف، ومعانا من خلف الكواليس الاستاذ ابراهيم حسان. أنا إبراهيم. وطبعا المحتوى يعجبكم وتستفيدوا من اللي احنا بنقدمه لكم. هنسال السؤال الاول طبعا لزميلنا شريف ونقول له: هل التعليم في مصر ناجح ولا لا بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا مفيش اي حاجه في الدنيا الا لما فيها مميزات وعيوب، فيها نقاط قوه ونقاط ضعف. طبعا احنا شايفين التعليم في مصر بشكل عام في عليه علامات استفهام كتير، ولكن ما ينفعش يبقى انت عندك تعليم في عندك مدارس بالاعداد اللي احنا شايفينها دي، وبيبقى عندك وافدين من الخارج في الجامعات، وعندك دراسات عليا، ونيجي نقول ان التعليم مش ناجح. في عيوب، في اخطاء، في نقاط ضعف كتير، بس ما ينفعش يكون كل ده موجود ونقول ان المسار في الاخر بيروح للفشل. لا، المسار رايح، لا هو ناجح، هو اوريدي في تعليم، اوريدي انت عندك كليات، عندك جامعات كتير، عندك جامعه المنصوره، عندك جامعه عين شمس، عندك جامعه القاهره، عندك جامعه اسكندريه، عندك جامعه طنطا، عندك جامعه كفر الشيخ، جامعه الزقازيق. فالموضوع متاح، وجامعات كتير متوفر فيها كل الكليات، كل التخصصات، المجالات الطبيه متاحه، مجالات التدريس، مجالات اللغات والترجمه، مجالات السياسه والاقتصاد، مجالات البرمجه، مجالات الجرافيك، مجالات التغذيه. المجالات كلها انت عندك ليها تغطيه. فاحنا ما ينفعش كل ده متاح ونقول ان هو يروح للفشل. هو اوريدي محقق في ثبات، في عندك قاعده لموضوع التعليم، فيها اخطاء، وده امر عادي وده موجود في اي حاجه في الدنيا. انت قصدك تقول ان التعليم في مصر عامة هو ناجح بس في بعض السلبيات، ومع ان في برضه بعض السلبيات، بس يظل التعليم ان هو ناجح التعليم موجود بشكل قوي، وطبعا وعن كده بتقول بالبلدي زي ما انت ما بتقول كده، كل حاجه لها مميزات وعيوب، يعني انت كده اكيد عيوبه كتير جدا، بس في مميزات طبعا. في سؤال الفتره الاخيره عايز اساله: ايه رايك في قرار الوزاره في سحب التابلت من طلبه الثانويه العامه بعد نهايه المرحله الدراسيه؟ هو إحنا دخلنا في الوزارة على طول؟ انا شايف ان القرار ده اقسم بالله من احسن القرارات ان الوزير ده خدها اول لما مسك الوزاره. ليه بقى؟ هما التابلت ده كانوا بيجيبوه منين؟ اولا المدارس كانوا بيجيبوا من الوزاره. لا، الوزاره نفسها بتجيبه منين؟ بيجيبوا من بره. فالموضوع ده كان بيكلف الدوله سنويا مبالغ طائله. يعني انت لو عندك يعني اقل مثلا ب 100,000 طالب في الثانويه العامه، لو التابلت ده بيقف عليك انت كحكومه 3000 جنيه مثلا. شوف انت بقى المبالغ تبقى عامله ازاي، وكل سنه بتجيب في الاخر الطالب الجامعي بيعمل بيه ايه؟ مش هو بيسيبه في البيت مكون عامل زي بتاعي كده بالظبط، وعنده الموبايل بتاعه، والطبيعي ان هو لو دخل كليه عمليه زي حاسبات ومعلومات او هندسه بيجيب لابتوب. ايوه. فالموضوع شايف ان هو يعني مشكل عبء كبير جدا مادي على الوزاره وعلى الحكومه. احنا في غنى عنه. يعني حتى اول لما القرار طلع انا كنت متخيل يعني ان الطلبه هتسلم التابلت ده اللي انا كنت مقتنع بيه، يعني ان هم هيتسلم التابلت ده، واللي داخل بعد منه التابلت يتعمل له صيانه وهم يستلموه وهكذا، والموضوع يكون ماشي كده باستمرار. والتابلت اللي يتهالك خلاص بيروح هالك ونجيب جديد في قدر المحدود، وده هيوفر مبالغ كبيره جدا. واتمنى ان القرار يكون حقيقي وفعلا يفعل. السؤال الثالث بقى: هل المدارس المرحله الابتدائيه قادره انها تشكل ثقافه ووعي عند الطالب المصري؟ والله ورا المرحله الجامعيه. بص كده اقول لك على حاجه، هو انت عايز تشوف ده بعينك هتخش تتفرج على المدارس، المنظر الحوش، لدرجه ان هم يجي الطالب يطلع يبقى عنده حصه العاب قبل ما يخلوه يلعب، بيخلوا الطلبه تروح ترمي الزباله الاول قبل ما تلعب. فعلا. حتى لما كنت برضه في ابتدائي يبقى هو المدرسه الخاصه بقى كان فيها ملعب حوش بقى، مدرسه جماعيه شباب متغمر، تمام. فهو بيبقى في زباله، المدرس ما بيلعبناش بقى غير لما نلم الزباله كلها. ما هو انت بقى تيجي، ده نوع من انواع ان الطالب ده طفل وكل حاجه، بس لا، ما في طفل برضه في نفس السن بس عنده الثقافه وعنده الوعي ان هو يحافظ على المدرسه بتاعته، يحافظ على الكليه بتاعته، يحافظ على المعهد بتاعه، لان الاماكن دي المفروض هي بيتنا التاني، احنا بنقعد فيها اصلا اكتر ما بنقعد في بيوتنا.
فانت المفروض يبقى في عندك مشكل للطفل ده ثقافه ووعي ان لا لازم يحافظ، لازم انت كمدرس تبدا بنفسك برضه. هو انت لو مدرس لما هتبدا بنفسك والطالب هيشوفك بتعمل كده هيقلدك، ولازم انت تنبه عليه في النقطه دي. هتلاقي حتى بعد كده في الطلبه في المرحله الجامعيه الموضوع واصل لادنى درجات التدني، في الحوش بيرمي، في المدرج بيرمي، حاجه متدنيه للاخر. يعني لما يبقى طالب عنده 20 سنه او مواطن، مش طالب بقى، احنا كده بنتكلم عن مواطن محسوب على الدور المواطن عنده 20 سنه ومش فارق معاه ان هو يمشي ياكل في الشارع، يرمي زباله في الشارع، يرمي زباله قدام الكليه بتاعته، يرمي زباله في الكليه بتاعته. طب ما انت عندك باسكت، عندك باسكت في كل حته، باسكت الزباله في الشارع وفي الكليه. ده جزء مش يعني ده جزء من كل. عندك برضه ثقافه ان الوقت، ان هو مثلا ما بيلتزموش بالوقت الحضور، في طلبه بتيجي متاخر، طلبه بتبقى عايز تمشي بدري. عندك برضه الثقافه بتاعت الامتحانات، موضوع الغش، ده غير ان هو حرام، واللي فات ده كله حرام برضه، ان تقعد ترمي في الشارع والكلام ده نظافه من الايمان. عندك ثقافه الغش، ده لدرجه ان في طلبه تلاقيها بتقاوح معاك تقول لك لا الغش في الامتحانات ده حلال. فلا، كل الامور دي محتاجه ان انت تشكلها من البدايه، ولازم يبقى فيه تحط نقطه الصواب والعقاب على الامور دي والمكافاه. يعني مش عقاب بس، يعني مش عشان طالب اهمل في النقطه دي تعاقبه، لا، ما اللي تلاقيه كويس كمان لازم تكافئه، عشان اللي بيشوفه ياخده قدوه حسنه بالنسبه له ويحاول يقلده. ولو غلط المدرس او اللي قدامه يقدر ينبهه ويوعيه للصح بقى، ولو عملها صح بعد كده يكافئه على كل حاجه. اكيد اكيد اكيد. ايه رايك في موضوع الاميه في مصر؟ هو الدوله كانت في الفتره الاخيره كانت بتحاول توجد عده حلول يعني عشان تقضي على موضوع الاميه ده، زي ان احنا كطلبه مثلا في كليات التربيه، واعتقد في بعض كليات الاداب برضو، وتقريبا كمان في حقوق كمان، ايوه. ان هم بيخلوهم يجيبوا ناس اميين ويعلموهم القرايه والكتابه ويعملوا لهم امتحان وبياخد شهاده معه اميه. الميزه في الموضوع ايه؟ الميزه في الموضوع ان الشخص الامي ده معاه شهاده معه اميه بتنفعه في حاجات كتير. تمام؟ العيب بقى في الموضوع ان الطلبه اصلا ما بتجيبش حد تعلمه، لا ده هي اوريدي بتروح تجيب ناس متعلمه جاهزه بس معهاش ما يثبت على الورق ان هي متعلمه. وبتخش الامتحان حلو ان هي اوريدي بتعرف تقرا وتكتب، وكده الطالب قدم عليه. طبعا الموضوع ده شكليات كلها بتضيع وقت. خلاص احنا في عندنا جيل اللي هم بعض اهالينا وبعض ابهاتنا فقدوا فيهم حته التعليم. انا وجهه نظري بدل ما احنا مضيعين وقت وعاملين مراكز للاميه والكلام ده كله، خلاص نترك الناس دي ونركز مع الجيل اللي طالع. يعني الفلوس اللي بتصرف على الموضوع ده لو اتصرفت، والندوات اللي بتتعمل لو اتعملت للمدرسين كنوع من انواع التوعيه ازاي يتعامل مع الطلبه، والمصاريف اللي بتتصرف دي لو اتوفرت للمدارس وللجامعات، اعتقد ان هي هتبقى اولى ان احنا نطلع جيل قوي مثقف واعي. هتكون اولى، لان انا من ضمن الحاجات كنت في تربيه عملي، الطالبه في سته ابتدائي قالت لي انا ما بعرفش اقرا. احنا دلوقتي مركزين مع اللي عنده 60 سنه و70 سنه و50 سنه ما بيعرفش يقرا، وسيبنا اللي في سته ابتدائي ما بتعرفش تقرا. فيعني اتمنى ان الموضوع يكون في حل افضل. وخاصة برضه إن في طلبة ما بتخش الحضانة وتخش على المدرسة على طول، يعني حتى لما بتكتب كلام كله ملزق في بعض. ايوه وطبعا دي الدولة حلتها، لأن الأول ما كانش في حضانات في التربية والتعليم، كانت الحضانة دي حضانة خاصة والطلبة بتروح الحضانة الخاصة دي وبعد كده تخش أولى ابتدائي. لا ده دلوقتي بقى موجود أعتقد في 90% من المدارس إن لم يكن 100%، حتى الأزهر بقى موجود فيه حضانة الكي جي 1 وكي جي 2، بعد كده بيلتحق بالتعليم الابتدائي. كده نكون خلصنا الفيديو، ويا رب تكونوا استفدتوا. سلام.